السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله باذن الله في الفيديو ده هقول لك على 5 اخطاء تخلي بالك منهم علشان ما تنقصش درجات كتير وتضيع منك السنه على الفاضي. دلوقتي انت في مرحله مهمه، مرحله ضغط في القديم بتذاكر في الجديد، فلازم تخلي بالك من كل كلمه هقولها لك عشان ما تروحش في داهيه. ولكن قبل ما نبدا انا عايز منك حاجات كده بسيطه، يا ريت اللايك بقى والسبسكرايب والحاجات الجميله اللي انت بتعملها دي علشان الفيديو ينتشر ويوصل لعدد اكبر، يمكن حد يستفيد ويكون لك الثواب ان شاء الله. تاني حاجه، احنا عاملين جروب على التليجرام بنلم فيه الحاجات المتراكمه علينا كده ببساطه. خلصنا جزء كبير من الفيزياء وحاليا شغالين في الكيمياء وان شاء الله هنكمل باقي المواد. تاني حاجه بقى، يا ريت ما تنساش تدعي لاخواتنا ان ربنا ينصرهم، وكمان يا ريت تكون مكمل في اضعف الايمان واوعى تقف، كمل بلاش تنسى. اول خطا معانا وده خطا كبير جدا هو اللي بيضيع الطالب في ثانويه عامه فعليا. ايه اللي بيضيع واحد بيذاكر لحد شهر 3 او لحد شهر 2؟ او ليه اللي بيخلي واحد مثلا هيبدا من شهر 12 ما بيلحقش ان هو يلم المنهج، بادئ من شهر 2 ما بيلحقش ان هو يلم المنهج؟ وليه ممكن تلاقي طالب يبدا من شهر 3 يدخل كليه كويسه؟ اللي بيفرق بين الاثنين بعد توفيق ربنا هو الوقت. كلنا معانا وقت، كلنا عندنا 24 ساعه في اليوم، ولكن انا بستخدم وقت ازاي؟ انت بتستخدم وقتك ازاي؟ هو بيستخدم وقته ازاي؟ في فرق في طرق الاستخدام. حضرتك بلاش تضيع وقتك ببساطه. التليفون لو بيضيع وقتك اركنه على جنب. لو تعرف زمايل ليك بيضيعوا وقتك اركنهم على جنب. ودي نصيحه كده هنجيلها بعدين، ولكن خلينا في دي دلوقتي. الاهل في البيت لو بيضيعوا وقتك عاملين لك مشاكل تعبينك نفسيا، خد كده ركن كده على الجنب واقعد ذاكر. قوم بعد الفجر في اخر الليل اقعد ذاكر مع نفسك وابعد عنهم. مالكش اي حجه تاني. دور على حلول للمشكله بتاعتك، بلاش تقعد تصيح للمشكله وانت قاعد مكانك. فالمشكله الكبيره في ثانويه عامه بالذات في الوقت ده هو الوقت. رتب وقتك، نظم وقتك، ومش لازم تعمل جدول، هي ورقه كده بتاع كراسه اكتب فيها المهام اللي انت هتعملها كل يوم قبل ما تنام، وان شاء الله باذن الله ده هيساعدك ان انت تنجزها بصوره اكبر. كمان ده هيبعدك عن التشتت، ان انت كل يوم هتقوم من النوم عارف انت هتعمل ايه وما تعملش ايه. تاني حاجه مهمه معانا، لو انت دلوقتي لسه هتبدا تذاكر المنهج ثبت مصدر مذاكره لحد ما تدخل اللجنه. لو انت شخص ذاكرت المنهج قبل كده او ذاكرت جزء قبل كده بلاش تغير مصدر المذاكره. ليه يا محمد؟ انت دماغك بياخد انطباع من الكتاب اللي انت ذاكرت منه اول السنه، فجيت حضرتك دلوقتي رحت مغير مصدر المذاكره عشان تراجع المنهج، هتيجي في اخر السنه تلبس في حيط. فعليا دي حيطه ايه انت هتلبس فيها زي العبد الله. شلت درجتين عشان غيرت مصدر مذاكره ليله الامتحان. كنت معتقد ان انا هفهم اكتر، لبست درجتين. دخلت الامتحان لا افتكرت المعلومه من الكتاب ده ولا افتكرتها من الكتاب ده، فشلت الدرجتين. فيا ريت تخلي بالك من مصدر المذاكره بتاعك وتثبته لحد ليالي الامتحان لحد باب اللجنه. دي نصيحة مهمة جدا. نيجي بقى للنصيحة الثالثة المترتبة عليها وهو الحل. دلوقتي حضراتكم ممكن الاقي واحد مراكم عليه دروس كتير فهو دلوقتي عايز يلمها بسرعة، فيروح عامل ازاي؟ يلا الدرس الاول في الدرس الثاني في الدرس الثالث، خلصنا 5 6 دروس النهارده. طب حليت ايه؟ يا عم هو مش لازم نحل في المراجعة النهائية نحل 4 كتب. طبعا ده اللي بيعمل كده هيلبس في حيط في 2 ورا بعض، يعني يلبس في الحيطة دي وحيطة تانية جنبيها، تمام؟ فانت دلوقتي ما ينفعش ما تحلش. يعني انت لما بتقعد تذاكر درس وتحل ده بيثبت المعلومات، بيخليها تفضل في دماغك لفتره اطول، تتذكرها وتفتكرها بصوره اسرع، بدل ما تطلع من اللجنه وتقعد بقى تلطم وتعمل والمعلومه كانت سهله ولا نسيتها والكلام اللي بنسمعه ده. كلنا بنقع في النقطه دي. الحل بيثبت لك المعلومه ويخليك تفتكرها بصوره اسهل. فاوعى ما تحلش، حل على قد ما تقدر. لازم كتابين 3 4، كتاب واحد كويس بعد المذاكره تحل المعلومه ثبتت تفضل في دماغك لحد ليله الامتحان ان شاء الله. وحتى لو نسيتها هتسمع شرح بسيط هتفتكر المعلومه. رابع خطأ كله بيقع فيه، وانا برضو من الناس اللي وقعت في الخطأ ده، لكن الحمد لله ربنا رزقني وصحيت كده ايه يعني قبل ما اروح في داهيه، وهما الاصدقاء والصحبه اللي حواليك. خلي بالك من الناس اللي انت ماشي معاها. الناس اللي انت ماشي معاها دي ممكن يبقى بيساعدوك على المذاكره، يدوك طاقه ايجابيه، يساعدوك على الطاعه، يساعدوك ان انت مثلا قبل ما تنام يفكروك يقول لك صليت ركعتين قبل ما تنام ولا لا، قرات ورد النهارده ولا لا، تعالى عندنا درس عندنا مراجعه، خلي بالك من كذا، ينبهوك لكذا، تبعت لهم شروح حاجات. يعني الصحبه اللي انت ماشي معاها ممكن يبقى الناس دي توديك فوق ال 90%. ممكن تبقوا شله مع بعض تروحوا كليه عاليه، ممكن تبقى ناس تانية تقول لك ما تيجي نلعب جيم بابجي، واحد تاني يقول لك يا عم تعالى النهارده نروح الكورنيش، اسمع مني المذاكره دي مش سكتنا، ولا يقول لك لما نيجي انا عارف مذاكره 7 ساعات هنفرم المنهج، يا عم اسمع مني، ويقعد ايه يضيع لك وقتك. ولا واحد تاني بقى يجي لك البيت عايزين نقعد نذاكر مع بعض،
معرفش بعد ما تذاكروا شويه ما تيجي نلعب جيم بابجي، ما تيجي نلعب شويه على البلاي ستيشن، ما تيجي ننزل حجز كل جمعه او كل سبت او كل اللي هو واخدك بطريقه ضياع. ابعد عن الناس دي. لقيت صحبه صالحه ما بقولكش ابعد عنهم، خليك معاهم. انا الحمد لله ربنا في بدايه السنه انا يعني كانت الدنيا عكه معايا، ولكن في نهايه السنه على مدار السنه كده بداوا ايه يعني اللي هو نصفي الناس كده من حياتي، لحد ما ربنا في الاخر رزقني بصحبه كويسه جدا محترمه جدا، وحتى الان مكملين احسن صحبه طبعا، لان هم يعني كفايه ان انا بنتجمع في المسجد. يعني انا لما توه وعايز اقابل حد بروح له المسجد بلاقيه موجود هناك، فدي احسن صحبه. فلازم نخلي بالنا من الناس اللي احنا ماشيين معاها عشان عليهم عامل مهم جدا في الوقت ده في ثانويه عامه. خامس خطأ معانا بقى، وده خطأ خطير جدا العبد الله وقع فيه، ولكن الحمد لله يعني دايما كده ربنا بينجي الواحد يعني والله. ان انت تقعد من الدروس بعد ما تخلص المنهج، او على الاقل مثلا لو انت عليك ماده متراكمه بتقعد من الدرس عشان تلم المتراكم وتلم الجديد، اللي هو من الاخر يعني تقعد من الدروس كده في البيت تقفل على نفسك عشان تلم المنهج. ده ما بيحصلش قطعا، ما بيحصلش. عايز تجرب جرب بصراحه، يعني تجربه جميله ونو ريسك نو فن، ولكن هو هيبقى فيه ريسك بس ما فيش فن، ان بعدها عياط وزعل وتعب ويا ليتني يا ريتني كنت ذاكرت وندم وحسره وحاجات من دي كتير. فعلشان ما توحش في المشكله انا بحذرك من الفخ ده. هو حد يقول لك تعالى نقعد مع في البيت، نقفل البيت باب كده على نفسنا ونقعد في الاوضه نذاكر 13 14 16 18 20 ساعه، هنلم المنهج ونقفله وسيبك من الدروس بقى وتضيع وقتك ومش عارف ايه والكلام ده؟ لا، انا بقولكش بطل دروس، وفي نفس الوقت ما تضيعش وقتك في الدروس. بمعنى ان انا ما اقعدش من الدرس ال 24 ساعه في البيت عشان الم المنهج، ده مش هيحصل. ولكن اتحكم في الوقت بتاع الدروس زي انا ما عملت. جيت في الفتره من شهر 3 لحد نهايه السنه حاولت اخلي الدروس في يومين او 3 ايام في الاسبوع بس، اللي هو انا مش محتاج ايه ان انا اروح دروس كل شويه، لا انا معايا 3 ايام دروس والباقي انا قاعده في البيت، فبالتالي انا بروح دروس باجي اذاكر، فانا بوفر وقت للمذاكره، ففي نفس الوقت قاعد في البيت بذاكر وبرضه بروح الدروس علشان ده بيحفزني ويخليني ان انا ايه ما اوصلش باحباط او بزهق او ان انا اكسل او راكب. انا ركبت ماده الفرنساوي قعدت من الدرس فيها ما ذاكرتهاش غير اللي هي الامتحان، الحمد لله قفلتها ولكن بعد مشقه وتعب، وانا ندمت على الخطوه دي. فانا جاي دلوقتي احذرك منها، اوعى تقعد من الدروس ابدا، فكمل دروسك كمل مسيرتك، بلاش تقعد في البيت تضيع وقتك، ابعد عن الحاجات اللي بتضيع وقتك وركز على هدفك كويس جدا علشان توصل. حلمك قريب، فاضل خطوات قليله وتوصل له، فيا ريت نشد حيلنا، يا ريت ما نوقعش، يا ريت ما نقفش، محدش يحبطك، محدش يقول لك ما توصلش. ايا كان اللي انت بتعمله دلوقتي هتلاقي نتيجته ان شاء الله بكره، بس انت تشتغل، انت تعمل اللي عليك، ما تبقاش قاعد مكانك وتقول انا هوصل. ازاي قاعد مكانك وعايز توصل؟ دي احلام، واللي في الاحلام ما بيحققش حاجه، هتفوق على كابوس صعب جدا. خلي بالك، قوم ان شاء الله باذن الله تلحق، ولكن امشي ابدا خد الخطوه وبعدين فكر ايه اللي بعد كده. ما تبقاش دلوقتي لسه ما بداتش وبتقول هعمل ايه في المراجعه، هعمل ايه الامتحان. مفيش حد بيعمل كده. انت تاخد الخطوه النهارده وسيب بكره لبكره، سيب بعد بكره لبعد بكره، لما يجي بعد بكره يحلها ربنا. خلينا النهارده، انا النهارده فاضي هقعد اذاكر، طب بكره انا قبل ما انام هقول انا هعمل ايه بكره، انما ايه اللي هيحصل بقى الله اعلم. انا دلوقتي على اذاكر، فخد يومك بيومك، ذاكر كويس جدا، اعمل اللي عليك، ان شاء الله باذن الله توصل. ما تنساش باللايك الجميل والسبسكرايب والشير، يمكن حد كده يستفيد من الفيديو لما تبعته له، وكمان ما تنساش الدعوه الجميله ولاخواتنا. والسلام عليكم ورحمه الله.